واقضي ليالي العمر سمار. ودي أسامر ليلي وياك واقضي ليالي العمر سمار، واكتب قصيدي لأجل عيناك وانقى من الدانات الأخيار. يحلو الشعر في شف طرواك لأنك عزيز ومن أهل الدار، متميزا عن ذا وهذاك، وصفك عجيب ولا بعد صار. كل هالقصايد دوم تعناك، كلك ظلام وشوفك أسرار. انت الذي كل تمناك، شوفك حياه وبعدك اختار. مقدر على بعدك وفرقاك، لا تحاول تشعل النار. عارف وتدري وين سكناك، انت عمود القلب والدار. شوفك أسرار، انت الذي كل تمناك. شوفك حياه وبعدك اختار. مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم الله. نلتقي من خلال التلفزيون الشارقة وبرنامجكم الأسبوعي سمار، حيث نستضيف العديد من محبي ومبدعي الشعر الشعبي والنبطي في أرجاء الوطن العربي العزيز. يا بديع الكون يا منشي سحابه، تحفظ الشيخ الذي ساسه عريب، شيخ سلطان اللي له عز ومهابه، والشجاعة ديدنه ما فيه ريب. في مجال الجود ما قد صك بابه، مروي الضميان منبع كل طيب، مزبن للضيف ذخر للقرابه، من قصد شرواه فاله ما يخيب. حاكم بالشرع ومطبق كتابه، محكم القرآن حطه له صحيب، مقتدي بسيرة رسوله والصحابة، مستنير بالورع زاهد منيب، علم سلطان الذي كل حكابه. لو يغيب نجوم شمسها ما يغيب، لو يغيب نجوم شمسها ما تغيب. قلت شعري واعتزازي في جنابه، بالثقافة علوم بالميدان ذيب. ويلا الله يلا هلي كلنا نرجي ثوابه، ديم حكم الشيخ حلال الصعيب. في هذه الحلقة نستضيف شاعر متميز في العطاء والإبداع، يجتهد على نفسه. باسمكم جميعا نرحب بالشاعر عبد الله بن عايد الشمري، ومسيه بالخير. السلام عليك يا شاعرنا، مساك الله بالخير. حياك الله محمد، حياك الله بخير. مساك الله بالنور. يا هلا، سعدنا نشوفك. تسلم من طيب اصلك، وحنا زكتنا فرح في هذا المكان. ونحن طال عمرك، لنا الشرف. طول العمر. نعم شوفك، ويكفي انك انت مستقر في واحة الذيد. يا اهلا احلى واحة هذه. اتشرف فيها انا. الله يطول عندكم. نعم الله يطول كيف حالك عبد الله؟ عساك الله بخير. الله يعزك. انت حالك؟ عساك طيب؟ طيب عليك طيب. يعلق دوم. شوفك غنيمة ووصلك فرح وسعادة وسرور. الله اكبر الله اكبر. نعم يا طال عمرك. صراحة اول شيء اشكركم على هالاستضافة، وانكم اتيحت لنا الفرصة ان نكون عندكم اوفاف وخفاف ان شاء الله باذن الله. والله يعطيك الصحة والعافية يا ابو محمد. الله يطول بعمرك، الله يبارك فيك. الله يسلمك. طال عمرك. احنا نعرف انك ولد بيئة بدوية مميزة، ونشأت في هذه البيئة. نعم. التي تعشق الشعر وتحب الشعر. خبرني عن هذه البيئة الشعرية الجميلة اللي تربى وعاش فيها شاعرنا عبد الله بن عايد الشمري. الله يعزك. طبعا الحمد لله أنا ولدت في بيئة داعمة للشعر. ما شاء الله عليك. عندي عمي كريم شاعر، ما شاء الله، بس غير ظاهر للإعلام. طبعا بعيد عن الإعلام، بعيد جدا عن الإعلام. الله. يكتب ويدخل في هالدروج. الله ماشي. الله. نعم نعم. وعندي الوالد الله يحفظه إن شاء الله، اللهم آمين. متذوق للشعر، فدائما لما أكتب نصوصي وقصائدي ألجأ لهم. نعم. وأسمعهم. صحيح. وكثير أحيان ينتقدوني،
وأنا صراحة نعم. أبغي انتقادهم أكثر ما أبغي مدحهم في الأمور هذه، لأنهم صحيح. من باب الخوف بالشيء. صحيح. فهم يبغون مصلحتي ويدورون لي الزينة طبعا. أكيد نعم. طال عمرك. نعم. الحياة المدرسية بدايتها نعم. كان لها دور أيضا. أكيد يا أبو محمد. الحياة المدرسية ما تخلو من الأمور هذه. فبدايتي كانت في الإعدادية أنا. نعم. بس كنت غير مهتم، يعني أكتب البيت. نعم. وأخلي على الصوب، وغير مهتم. محاولات رهاصات. نعم. همسات خواطر. نعم. وكنت أعتقد أن الشيء اللي أكتبه هذا قد يكتبه أي كائن يكون، يعني ما كنت أعتبر الشيء هذا تميز. صحيح. لكن فيما بعد متى بدأت الانطلاقة تقريبا؟ الانطلاقة طال عمرك في ثاني ثانوي. اي نعم، ثاني ثانوي بدت الانطلاقة. أول قصيدة ماني ذاكر لها. شو مطلعها يقول؟ والله ما أتذكر مطلعها. نعم. بس أتذكرها أنها كانت عن الوالدة الله يرحمها. نعم. نعم. شو حسيت بدعم أبوك وعمك في هذا الجانب؟ طبعا في البداية أنا أول ما بين علي ملامح الشعر أو نعم. أو إلهام الشعر أو نعم. صفوة الشعر. نعم. خبرت الوالد، جيته وقلت له يبا تراني أكتب شعر. نعم. بالعربي بأريحية. نعم. استنكر. نعم. في البداية. نعم. وكنت متوقع الاستنكار هذا. نعم. اي نعم. قال لي شاعر بيوم وليلة. نعم. قلت له لا، مو بيوم وليلة، من زمان. نعم. لكن انتظرت الوقت المناسب حتى اني اجي واقول لك. اخبرك. نعم. اخبرك. نعم. صحيح. قال لي شوف، انا ما راح اني اجزم منك شاعر ولا نعم. اجزم منك غير شاعر. صحيح. بس راح اوضعك قدام تحدي. صحيح. واذا نجحت في هذا التحدي نعم. راح اقدر اسميك شاعر. حلو. واذا فشلت في هذا التحدي لا عاد تطري الموضوع ولا تفتح الموضوع نهائيا. يا سلام. شو هذا التحدي؟ قلت له انا راضي بالتحدي اللي تامر به. صحيح. قول وانت تامر امر. صحيح. قال كانت متوفية عمتي صار لها فترة بنفس نعم. الموقف هذا. الله يغفر لها. آمين ويرحم جميع أموات المسلمين. اللهم آمين. قال لي أباك تكتب لي قصيدتين، قصيدة رثاء بعمتك. نعم. والقصيدة الثانية أنك تكتب قصيدة عن الخوي أو الصديق اللي غدر بخويه. الله. وخذ الوقت اللي تبغاه. صحيح. قلت له ابشر، تعرف الشغف والحماس. صحيح. نابع من القلب وأبي أثبت وجودي بأي طريقة. صحيح فعلا. خذيت وقت قصير يمكن يومين إلا والقصايد جاهزة. قلت له تفضل. كان يقول لي سمعت القصيدة. نعم. قصيدة عمتي أثرت فيه وطاحت دمعته. الله. اي نعم. والقصيدة الثانية انعجب فيها. حافظ شيء من لا حشا. لا صار لها أكثر من 9 سنوات أبو ما شاء محمد. الله. يعني وهذه بداية التحدي. هذه بداية التحدي. والحمد لله من هذاك اليوم لليوم. نعم. هذا. نعم. والوالد واقف بظهري وداعمني الحمد ما شاء الله لله. عليك. نعم. وعمك نفس الشيء. عمي فيما بعد طبعا صار استشيره حتى حاليا على الواتساب ما بينه مساجلات رديات الامور هذه. جميل. الحمد لله بفضل الله عز وجل. إذا أنت بعد ما تكتب القصيدة. نعم. وكيفية طريقة كتابتك عبد الله؟ كيف؟ طريقة القصيدة أبو محمد أنا ما عندي نظام معين. هل هي تكتبك ولا أنت تكتبها؟ شوف أنا أستغرب من بعض الشعراء. نعم. لما يقول والله أنا لي جو معين وشروط معينة لكتابة القصيدة. نعم. أنا أختلف معهم تماما في هذه النقطة. نعم. اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية. الود قضية. نعم. نور. أنا القصيدة أنا أكتبها ما هي تكتبني. الله. أنت اللي تكتبها. أنا اللي أكتبها. أنت اللي وأنا اللي تفرض وجودك أجهز عليها. وأنا اللي أختار موضوعها وأنا اللي أختار قافيتها وأنا اللي أختار وقتها. ما شاء الله عليك. يعني عادي تلقاني في زحمة شارع أكتب لي قصيدة، عادي في ملعب كورة دوشة الناس وزعاج الناس أكتب لي قصيدة، عادي في مجلس جالس وفلان يسولف أنا أكتب لي قصيدة. ما شاء الله عليك. عادي. فاختار لي الجو. نعم. والمكان اللي يناسبني أنا واكتب قصيدتي. حتى في عندي بيت شعر يقول. نعم. على نفس الموضوع هذا يقول والشعر يسجد تحت رجلي، طبعا من باب الثقة وليس الغرور. صحيح صحيح. أقول والشعر يسجد تحت رجلي وتحت أمري ويقول لبيه لو احتجت فزعاته، لاني بمغرور ولاني شايف ان عمري ولا رافع الخشم فوق حدود غاياته. أكيد. ثقة مو بغرور. أكيد. فأنا أقول لك اختار وقت القصيدة
مو هي اللي اختار، مو هي اللي تختار وقتها وتكتب لي. انت اللي تختار. نعم انا اختار. انت اللي تختار وقتها. نعم اختار جميل. وقتها. جميل. وهذا راي احترمه واقدره فعلا لما اسمعه منك وانت تشرح لي هذا الموضوع الجميل. نعم. عبد الله. نعم. الله يطول عمرك. نعم الله عمرك طويل. طال عمرك. تشاور فيها القصيده اكيد. بعد ما اكيد ما تطلع من مسودتها الاولى. اكيد تنقحها. أكيد. كم تاخذ فيها عبد الله؟ القصيده؟ ايه. القصيدة تختلف ما بين موضوع وموضوع، يعني نعم. موضوع الحكمة يختلف عن موضوع المدح، يختلف عن موضوع الغزل، يختلف عن موضوع العتب، يختلف عن موضوع الإفراج. نعم. فأكثر قصيدة ممكن آخذ الرأي فيها قصيدة الحكمة، لأنها راح تظهر للمجتمع، قد يستخدمها المجتمع فيما بعد للموعظة، لأنك تاخذ رأي شخص، لأي استنتاج كان يكون. صحيح صحيح. فأكثر الوالد ضروري أكيد قبل كل شيء وقبل كل اعتبار. تشاور. فدائما قبل لا تطلع برا البيت. نعم. لازم ما تطلع برا حدود البيت الا الوالد يوقع الا بتصريح. تصريح. لازم يكتب التصريح. نعم. وهو يوافق عليها. اي نعم. يعني حتى الحين لما اصور لي فيديو. نعم. تدري مواقع التواصل والامور صحيح. هذه، اصور فيديو لازم اخذ راي الوالد بالقصيده والالقاء والامور هذه. حلو. وعمي كذلك. جميل. عمي احيانا يرسل لي علامه الاوكي هذه، اذا هذه نعم. خلاص يعني توكل نعم. على الله. نعم صحيح. اي نعم والحمد لله. بالعكس ما خاب من استشاره. اكيد اكيد. نعم. اكيد مشوره أكيد. جدا. اكيد. تحقق لك كثير من الامور وتعدل أكيد. لك كثير من الامور. اكيد. ومن سأل ما ضاع يقول. نعم. إيه؟ عبد الله طال عمرك انت من قراء الشاعر الكبير المتنبي. اكيد. ومن عشاق ديوانه. اكيد. ومن المترددين على ابياته وعلى قصايده. اكيد اكيد. المتنبي من افضل شعراء اللغه العربيه ان لم يكن افضلهم على الاطلاق. يا سلام. المتنبي حير عقول ونقاد اللغه العربيه، يعني حتى لما يفسرون ويتدبرون ابياته يختلفون فيما بينهم وتصير مشاكل. الله. في تفسير الابيات. في تفسير الابيات، لانه كل ما تقرا له اكثر يستعص عليك فهم مقاصده اكثر. سبحان الله يا اخي. فالمتنبي كون له مدرسه لوحده، فما اعتقد في شاعر في الوقت الحالي او اللي الله استخارهم صحيح. لم يقرأ للمتنبي، لأن المتنبي يعتبر مدرسة للتدبر وللتأمل وللغموض والحيرة، فيتسم شعر المتنبي بالغموض والحيرة وما إلى ذلك. نعم. نعم. يعني نقدر نقول أنك عبد الله قريت الكثير من الشعراء، سواء لشعراء العرب للفصيح وللشعر الشعبي كثير منهم. ما أقدر أقول إني قريت لهم كثير لأن هذا صعب. نعم. لكن قريت للبعض منهم، قريت مثل ما قلت للمتنبي، قريت محمود درويش الشاعر الفلسطيني. نعم. المعروف الغني. نعم. عن التعريف. صحيح. وقريت للشاعر سعد بن جدلان الشاعر. نعم. الخليجي المعروف الشاعر السعودي. جميل. والشاعر الكويتي سعد بن علوش. جميل. اي نعم. جميل. طبعا عندك محمود درويش شاعر ادخل الحداثة. صحيح. الى شعراء الجاهليه ما مريت عليهم شوي؟ لا خليتني على المتنبي واكتفيت بس. عنتر بن شداد اكيد. عنتر بن شداد. نعم. عبد الله عيشنا في قصايدك الجميله اللي تحب تهديها مشاهدينا الاكارم. ابشر. اقول القلب احيان يعشق دون ما ندري، لكن تظهر على حبه علاماته، يبدا انجذابه يميل بعامل سري وما حد يلاحظ عدا الخافق ونبضاته، يزداد ذاك الشعور اللي بوسط صدري حتى يلاقي بدربه كل طموحاته، يستعمر القلب وبين ضلاعنا يسري ويسكن بوسط الخفوق، وبين ظلماته يعيش جو الغرام بطابع مغري، ويصير يكتب شعور القلب بأبياته، يقول بوصف شعوري في فضاء شعري، واكتب عن الحب بلواه ومعاناته، وبنسج خيوط الشعر في مظهر سحري، والكل يثني على ابداعي وميزاته، بقهر قلوب العواذل لارتفع سعري، ولا صار صعبه على شعري مجاراته، ولا صار فكري مباشر ذو نقل حصري متميز بعرض مذهل عبر شاشاته، ولا صرت ادرك مكاني وعارف ان قدري وجمهوري يعرف مدى حجمه ومساحاته، الشعر يسجد تحت رجلي وتحت امري، ويقول لبيه لو احتجت فزعاته، لاني بمغرور ولاني
شايف ان عمري ولا رافع الخشم فوق حدود غاياته، لكن طموحي قهر اعدائي من صغري، وقف بصفي وحامى بكل قواته. الله الله الله، سلامتك. جميل الثقة الحلوة هذه. الله يعزك. جميل الله جميل يعزك. جميل. الله يعزك. عبد الله، خبرنا عن قصتك المرحلة الثانوية مع مدرس اللغة العربية عندكم، لك موقف وياه جميل. هي نعم، هذه قبل لا أحد يعرف إني شاعر نهائيا. نعم. ومن هنا نعم. من القصة هذه بدأت سالفتي مع الشعر. سبحان الله. شو هالقصة عبد الله؟ القصة أنا أقول لك يا طال عمرك. نعم. وهذا أول مرة أنت تعلنها؟ أعلنها نعم حصريا. نعم. القصة هذه حصلت لي مع أستاذ اللغة العربية. نعم. في المرحلة الثانوية. نعم. على ما أذكر ثاني ثانوي. صحيح. كان أستاذ علي العيسى، وجه له تحية من المنبر الراقي. الله يمسيه بالخير ويعطيه العافية يا رب العالمين. من سوريا الشقيقة. يستاهلون الخير. كانت حصته بالذات أحاول إني ما أتغيب عنها. الله. لأن زرع فينا حب المطالعة وحب اللغة العربية. إيه نعم. نعم. في اللغة العربية. نعم. وتعرف كشاعر لازم يكون ميوله للغة العربية. أكيد طبعا. أكيد. يوم من الأيام كانت عندنا مهارة كتابية، فطلب مننا كطلاب نعم أننا نكتب عن موضوع. أذكر الموضوع لين الآن، أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين. التكنولوجيا سلاح ذو حدين. صحيح. تكتب عنه مقالة صحيح عليها 7 درجات إذا ما خاب 7 درجات لها 7 درجات، وأنا كنت علمي. نعم ما شاء الله عليك. اي نعم علمي. فالدرجة عندنا تسوى كثير. نعم صحيح. لأن في نهاية السنة ترفعك طبعا. نعم. المجموع نعم. ينفعك. نعم. نعم. فقال سووه في البيت. نعم. المهارة هذه سووها نعم. في البيت. صحيح. وخذوا راحتكم. رجعت البيت وسويت المقالة هذه. نعم. وجيت ثاني يوم كان عندنا حصتين لغة عربية. ما شاء الله عليك. الحصة الأولى استلم منا الأوراق. الحصة الثانية كانت الأخيرة. نعم. حصة اللغة العربية كانت آخر حصة. صحيح. فجاء يسأل منو فيكم عبد الله عايد؟ طبعا هي بداية السنة وبعد حتى ما يعرف أسامينا يعرف وجيهنا. هي توكم يدد. إيه تونا نعم. يدد. إيه. نعم. قال منو فيكم عبد الله عايد؟ قلت لا أنا عبد الله عايد. قال ما شاء الله مستخدم محسنات بديعية جايبها من عمك جوجل. ضحكت. زين. ضحكت. نعم. قال ليش تضحك؟ قلت له بيني وبينك الزمن والأيام إن شاء الله. صحيح. قال يا رب الله يسمع منك. صحيح. راحت الأيام ردت الأيام، يمكن بعد أسبوع أسبوعين. نعم. نفس الأستاذ وطلب مننا نكتب مهارة كتابية لكن داخل الصف. صحيح. ما أذكر الموضوع، لكن طول الفترة كان مثل الامتحان، يعني متباعدين عن بعض. قدرات الطلبة. ايه. نعم. كان واقف على راسي أنا. ما شاء الله عليه. قال اليوم أنا أبي أعرف سالفتك. شوف عبد الله بن عايد شو يسوي؟ نعم. الموضوع مختلف عن الموضوع الأولي طبعا، لكن أنا واثق من نفسي ولاني خايف. صحيح. ايه. فهو واقف على راسي وأنا قاعد أكتب. الموضوع اختلف لكن الأسلوب هو. استخدمت السجع والطباق وحسن التقسيم والجناس شاء الله خلال مقالتي في تلك الفترة. زين. ومن هالبداية هذه صحح لي ورقة. أنا أول واحد صحح لي. ما شاء الله. قال لي الله يحفظك والله فعلا إنك موهوب وتستحق أن أحد يدعمك. الله. فقال لي أنصحك نصيحة لوجه الله. نعم. قال لي أنا باقي لي 5 سنوات وأتقاعد. صحيح. قلت له آمر أستاذ قول. قال جرب تكتب شعر. جرب تكتب شعر. إيه؟ زين. قلت له أنا كنت أكتب أبيات نعم. وأخليه. قال نعم. لا انسى اللي فات وابدأ من جديد. الله أكبر. لو تكتب كل يوم بيت واحد وتخليه في الدرج راح نعم. يجي يوم نعم. بتشوف إن اللي تكتبه هذا يعتبر درر. الله أكبر. نفس السنة هذه من بعد ما سمعت كلامه، نفس السنة هذه نعم. خذيت المركز الأول على مستوى الشارجة في الشعر. ما شاء الله عليك. والمستوى الثالث على مستوى الدولة. ما شاء الله عليك. وشاركت في مهرجان الشارجة للشعر الشعبي بحضور الشيخ سلطان. الله أكبر. نفس السنة هذه. ما شاء الله. سنة كم عبد الله؟ هذه 2013. ما شاء الله عليك. ما خاب ظني. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. 12-13 بهالحدود. ما شاء الله عليك. نعم. شو كان شعورك عبد الله؟ شعور لا يوصف. شعور لا يوصف انك تلقى ناس تدعمك بهالرقي وتدعمك
خاصة المدرس وخاصة المدرس المميز والله هذا فضله اللي نوجه له تحية اي وتقدير. نعم، اوجه له تحية واكثر من تحية بعد. نعم، لان اللي وقف يمك وساعدك وخدمك. هي نعم. نعم. فوقف يمي وساعدني ودعمني ونصحني، وكفايه اني قال لي اكتب لك لو كل يوم بيت. وفعلا مشيت على النصيحه. شوف اصراره ونصيحته الجميله كيف. الحمد لله. نعم. واصراره ان اكتشف، يعني قال يمكن في البدايه شكك. اي نعم. شكك في قدراتي. نعم. وبعدين لما اثبتت له اني انا عندي الموهبه وعندي الاستطاعه اني انا اقدر اني اكتب. نعم. ففعلا وقف يمي وساعدني. نعم. يعني نحن نقول هناك اشخاص تدين لهم انتم بالفضل بعد الله سبحانه وتعالى. أكيد. من هم هؤلاء الاشخاص اللي فعلا كانوا السند والعون في المسيره الادبيه والمسيره الشعريه شاعرنا عبد الله؟ الله يسلمك. يعني كنت اتمنى ان حد يسالني اياه، بس الحمد لله انك سالتني اياه. نعم. زين. طبعا الاشخاص اللي ما انسى فضلهم، ودائما يقولون من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا يشكر الله. طيب. طبعا الاستاذه الغنيه عن التعريف، الاستاذه وحيده عبد العزيز. الله، نحن نوجه لها تحيه. اوجه لها تحيه من هالمنبر الراقي. ما شاء الله عليها. ام محمد. الله يحفظهم. نعم. جميعا يا رب العالمين. طبعا لو بذكر مناصبها، لو بذكر يكفي اخلاقها، شخصيتها، اخلاقها، تواضعها، رقيها. وقفت معي، ساعدتني نفسيا ومعنويا ومن جميع الاتجاهات. وقفت معي. انا التقيت فيها إذا ما خاب ظني 2012 عندما تم تكريمي. نعم. من قبل المدرسة ومنطقة الشارقة التعليمية، لما قلت لك خذيت المركز الأول. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. والمركز الثالث على مستوى الدولة. نعم. فالتقيت فيها، كانت تقول لي أنت وينك؟ قلت لها أنا موجود. كانت تقول لي نحن ندور شعراء. صحيح. قلت لها فعليك أنا حاضر وتم وابشري. نعم. كانت تقول لي بإذن الله جايتك عما قريب إن شاء الله. ما شاء الله. وهي كان لها دور فعال طبعا في وصولي لمهرجان الشارقة الشعر الشعبي مع الشاعر المرموق لا انسى طبعا. صحيح. شاعر راشد شرارة ابو سعود. الله يمسيه بالخير ابو سعود. اي نعم ابو سعود، انا اوجه لك تحيه من هالمنبر بعد. والاخت سجايا الروح، اخت مريم النقبي. نعم. اوجه لهم تحيه كلهم. الله يبارك فيهم جميعا. اي نعم، كلهم وقفوا مع عبد الله. تسلم. وانت تستاهل. الله يعزك. لما تجد شخص متميز في ابداعه وعطائه الله يعزك، ودك تشله شل تكون الله يعزك. الله يعزك. تستاهلون. كل مبدعينا صراحه يستاهلون الوقفه ويستاهلون الدعم المعنوي والمادي والادبي. نعم. خلنا نعيش في نوادرك الجميله ونهدي مشاهدينا الاكارم قصيده من قصايد عبد الله بن عايد الشمري. ابشر. القصيده هذه في احدى الاعياد. نعم. كنت رايح اصلي صلاه العيد وانا راجع من صلاه العيد واجهني موقف. صحيح. او تقدر تقول مشهد. نعم. قدامي. صحيح. من نفس الفريج اللي احنا فيه. صحيح. واجهت او شفت امرأة كبيرة في السن. صحيح. واقفة قدام احد البيوت. يا الله. ومن ملامحها يبين عليها انها تنتظر احد. تطالع الساعة، تتحرك يمين ويسار، مبين ملامحها ان في شيء مو مضبوط مثل ما يقول. صحيح. هنا وما في دقائق معدودة الا وقفت سيارة عدالة ونزل منها شاب مبين عليه اللهفة، فتح الباب ونزل يركض صوبها. الله. وبدأ يحضنها ويبوسها ويسلم عليها. صحيح. وهي تصيح وهو يصيح. الموقف هذا أثر فيني. نعم. لأن مناسبة عيد وذكرني بالوالدة الله يرحمها. الله يرحمه. فتمنيت اني مكانه، اني على الاقل الوالده موجوده واسلم عليها. الله. يا جميل. والله. يا جميل. القصيدة هذه اللي بقول لك إياها. نعم. تتكلم عن الموقف هذا وعن شعوري حزتها اتجاه الوالدة الله يرحمها. يا سلام. شو يقول عبد الله بن عايد الشمري؟ يقول أصعب شعور مر في خاطر اليوم يوم الحزن ولد بصدري أنينة. الله أكبر. حسيت كنا القلب من شيء محروم، بالذات لو فاقد حدا والدينا. لا الله. لاحظت صبح العيد هالفرح مرسوم.
على ملامح شاب وأمه الحنينة، لاحظت يحضنها وهو يحكي علوم وهي تشمه شم ورد الجنينة. الله. لاحظتهم والقلب يشكي لي هموم، يشكي فراق هذه أول سنينه. راحت وجفني ما عرف قيمة النوم، راحت وجفني ما عرف قيمة النوم. راحت ودمعي ما رح مرمش عينه، بغيت أعايدها مثل حالها القوم. الله. واشم ريحتها الزكية الثمينة، وتعطيني عيديتي إذا لي مكسوم، وفرح فرح طفل همومه سجينه. يا يمه ليها الفرح ما عاد الألزوم، وما عاد مثل أول أقبل جبينه. كل يقول الدمع ما فاد مرحوم، ما فاده إلا ما العمل من يمينه. لا الله. لو تدري أمي بضيقتي كان بتقوم، وتمسك ولدها من أصابع يدينا، وتحضني لنكتب العودة للهوم، والبسمة تضوي درب ذيك المدينة. لكن رجعتها مثل مجمل حلوم، لو صار واقع ما لنا مصدقينه. قالوا لي عيش بدنيتك وانسى الهموم، واضبط زمام القلب وانسى حنينه. لكن عجزت وخافقي قال ما روم. صحيح. لكن عجزت وخافقي قال ما روم. علاقتي بالحزن صارت متينة، صحيح أضحك لجل أبعد عن اللوم، وابعد عن حلوق الرجال اللعينة. لكن على وجه الحزن صار مختوم، ما تقدر الأيام تمحي ونينه. لحد يلوم القلب لا صار مهموم، من جرب الأحزان ربي يعينه. الله. سلامتك. من جرب الأحزان ربي يعينه. سلام على هالقصيدة هذه، أنا أعتبرها واقعية 100% فعلا. نعم. شيء واقع قدامك. نعم. وصورت المشهد والموقف يعني فعلا، وما قصرت يعني عبد الله بن عايد. الله يعزك فعلا. الله يعزك. أعطيت الموقف هذا حقه. شرف كبير من أستاذ كبير. الملاحظ أن عبد الله إذا كتب قصايد الحكمة يقولون تاخذ منه وقت كثير، وتاخذ منه مراجعة كثيرة، وتاخذ منه جهد وعناء أكثر عن القصايد الثانية. أكيد، لأنها تبي تطلعها للملأ وللجمهور وللمتلقي بأفضل حلة. لكن يوم من الأيام جاني أحد المتذوقين. نعم. وقال لي بعدك صغير على كتابة شعر الحكمة. نعم. رايه ما أغضبني. صحيح. لكن لزوم أني أرد عليه. أكيد نشطك أكثر. نشطني أكثر. نعم. وحط الموضوع في بالي. قلت له قصيد الحكمة وشعر الحكمة ما هو مرتبط بعمر معين، صغر وكبر. العمر مجرد رقم. صحيح. أحيانا تجد الحكمة والفطنة نعم. في أشخاص صغيرين أعمار لكنهم كبيرين أفعال. صحيح. واحتكوا في الحياة وجربوا وراحوا وجو. صحيح. فأنت ما تقدر تحكم على شخص من خلال عمره. نعم. أن هذا الشخص حكيم، أو أن الشخص يتكلم عن الحكمة ويتكلم عن الموعظة ويتكلم عن الأمور هذه. صحيح. فأنت لا تحاول أنك توضع المقياس هذا دائما. صحيح. فسكت وما رد علي فعلا. نعم. لأن جوابك كان مقنع عبد الله، وكل ما كان حصل الشخص الإقناع لدى الشخص الآخر خلاص ما عنده مجال يعني أن يناقشه. وهذا تسلم. وانت كنت مقنع فعلا. هذا الكلام الصحيح. اي نعم. العمر مجرد رقم. انت ما تقدر انك تربط العمر. صحيح. وصغر الشخص. عبد الله، انت من محبين القصيدة الطويلة ولا القصيدة او الوسط؟ شوف، في بداياتي نعم كنت اعتمد القصائد الطويلة. نعم. لكن لاحظت ان المتلقي او نعم. الجمهور يرغب نعم في كثافة الشعرية في أقل عدد من الأبيات. صحيح. تعرف احنا في عصر السرعة. صح. إذا شاف لك قصيدة 30 بيت ولا 40 بيت يسوي لك سكيب وأنت ما استويت شيء. صح. فعلا كثير مثل ما تفضلت عبد الله. ما استفدت شيء. فأنا صرت أخلي إني أسوي بعد في المعنى. نعم. وكثافة شعرية. نعم. وعمق في القصيدة مع أقل عدد من الأبيات. صحيح. ما تتجاوز 10-15 بيت. نعم. وراح توصل المعنى والاستنتاج اللي أنا أبغي أوصله للمتلقي. صحيح. أي نعم. ما مدى وجود الخيال في قصايد عبد الله بن عايد السمري؟ الخيال دائما، أنا قلت لك سلفا وبقول لك إياها مرة ثانية، زواج الواقع نعم.
مع الخيال نجيب لك مولودة صغيرونة يسمونها القصيدة. الله أكبر. وما في قصيدة على وجه الأرض نعم تخلو من الخيال صحيح. ولا تخلو من الواقع. صحيح. فالشاعر لابد أنه يواكب، وأن القصيدة لازم يكون معها إحدى هالشرطين، هذا الواقع والخيال. لابد منهم. نعم لابد منهم حتى صحيح. حتى تظهر القصيدة بأفضل حلة. صحيح. إيه؟ صح كلامك. تعيشنا في قصيدة من قصايدك الحلوة عبد الله. ابشر. اهداء للسادة أبشر. المشاهدين. دامك طريت موضوع الحكمة نعم. راح أسمع قصيدة. جميل. إيه؟ جميل. يقول: مهما يضيق الحال وتشينا الأوضاع، الله. نفوسنا من فضل ربي عزيزة، عزيزة. نضحك بوجه الضيف وصدورنا وساع، رغم الحزن اللي عجزنا نجيزه. الله أكبر. يدور فينا الوقت وتهل الأوجاع، جع. والعوز وسط الدرب كنه ركيزة. نعيش ونصارع حقيرين الأطباع اللي الردى فيهم مجرد غريزة. عزيزة. كنا نظن انهم رياجيل وسباع، والوقت بين ما يساوون بيزة. نعيش في الدنيا على حلم وابداع، وطموح نعتبره اساسي وميزة. الله. ونعيش لاجل نشوف رسالة ايداع، لاجل السعد يبقى الفترة وجيزة. الله. شو الأخير هالبيت عبد الله؟ ونعيش نعم. لاجل نشوف رسالة ايداع، إيداع. لاجل السعد يبقى الفترة وجيزة. يا سلام عليك. أيه. يا سلام. جميل. هل أحد ينكر هالشيء؟ لا حد. مستحيل. الواقع واقع. واقع. اي نعم. جميل عبد الله. نعم. جميل. الله يطول الله بعمرك يسلمك. ويبارك فيك. الله يسلمك. عبد الله، خلال فترة دراستك الجامعية هل شاركت في أسبوحات وأمسيات في الجامعة؟ وهل حصلت الدعم اللي أنت تباه، سواء من المسؤولين في الجامعة شوف، في المدرسة أو من الجمهور في أو من المدرسة كان الدعم أكثر. ليش عبد الله؟ الدعم أكثر بصراحة. قلت لك وجدت الأستاذ وحيد عبد العزيز. الله. لكن في الجامعة نعم. الوضع تغير وقل نوعا ما. كيف عبد الله؟ كان موجود التشجيع، نعم، لكن ليس يعني بالطريقة اللي كنت أنا أبغيها يعني. صحيح. موجود كانت هناك مسابقات، كانت موجودة هناك أسبوحات، كانت هناك المناسبات الوطنية شاركت فيها. نعم. لكن مثل ما قلت لم ترضي غروري، يعني ما رضت غروري يعني. سبحان الله. أي نعم. بس كان موجود التشجيع من قبل عمادة شؤون الطلاب، الدكاترة، الطلاب نفسهم. نعم. لكن ما رضت غروري مثل ما قلت لك يعني. شو مدى تقييمك لحضور هذه الأسبوحات وهذه الأمسيات؟ أعتبر مقبول جدا. مقبول. في حضور؟ لا تقدر تقول جيد ولا جيد جدا، بس تصنفه أو تقيمه مقبول. ليش؟ نعم. لأن لا يوجد الدعم الكافي ولا نعم. الدعاية الكافية لمثل الأسبوحات هذه ومثل الأمسيات هذه. فأنت كيف تبغى الحضور وأنت ما قاعد تحفز، ولا قاعد تدعي، ولا قاعد تحاول تسوق للشيء هذا. حتى أمسيات خارج الجامعة مو بس داخل الجامعة. نعم. نلاحظ أن سبحان الله أن قل اهتمام المجتمع في الشعر. يمكن لا ظهرت فنون أخرى ربما. يعني لو قلنا عوامل نجاح الأمسيات عبد الله والأسبوحات، نعم. سواء في الجامعات أو في الأماكن الثانية، المؤسسات الحكومية أو شبه حكومية، نعم. مثلا، نعم. ما هي العوامل الناجحة لكي ننجح بأمسياتنا وأسبوحاتنا في رأيك، في تصورك؟ أنا مثل ما قلت لك يعني تحاول أنك تسوق لها. نعم. دعاية كافية، تحاول أنك تبرزها، تحاول أنك تحط محفزات، تحاول أنك تحط جوائز، تحاول أنك تدور عن المبدعين. نعم. وتزيد وعيهم وتثقفهم. فهذه أسباب تجعل الشاعر أنه يبحث عن مثل هالأمسيات، مثل هالأسبوحات، مثل هالمناسبات هذه لكي يحضر. بس أنك أنت ما تفعل ولا تسوي أي من هالأمور هذه، صحيح. فصعب تلقى حضور جماهيري، وصعب تلقى حضور من قبل الشعراء نفسهم. صحيح. نعم. عبد الله، انقطعت فترة عن كتابة الشعر لفترة 4 أو 5 سنوات. ليش أبو حميد؟
طبعا خبرني عن هذا الموضوع شوي. انقطاعي هذا كان سبب دخولي للجامعة. حتى أذكر أني في الجامعة كنت أستخدم قصائد القديمة، ما كنت أكتب شيء جديد، فمعتمد على كم من قصيدة وطنية ولا هذه أقولها وخلاص. فأما الانقطاع لغير الدراسة كانت أسباب صحية. والحمد لله ربك شافاني وعافاني، والحمد لله الحين أنا بفضل حاليا أفضل من قبل. أفضل بكثير. الحمد لله، نحمد الله على كل حال. عبد الله، أنت أيضا غبت عن الإعلام أكثر من 5 سنوات وانقطعت أنا وهجرته، كيف الردة كانت له؟ غبت عن الإعلام. نعم فعلا غبت عن الإعلام عبد الله. غبت أنا قبل شاركت يعني في الصحافة ورسلت قصايد ونشرت قصايد. وين نشرت عبد الله؟ خبرني. نشرت في مجلة جواهر. ما شاء الله عليك. نعم. كم سنة تقريبا تذكر؟ تقريبا 3 قصايد نشرت هناك. جميل. وعندك في كل الأسرة. حلو. كان في باب هناك شاركت فيه. نعم. وانقطعت بعدين سبحان الله. في خلال هالفترة هذه تطورت نعم الحياة. نعم. وبدأت التكنولوجيا تاخذ مجراها. قلت لك بحكم دخولي للجامعة انقطعت عن مثل هالأمور. خلاص صار عندي المستقبل هو اللي الهم الوحيد. هو الهم الوحيد. قلت الشعر لاحق عليه ويا ليتني ما سويت هذا. لو يرجع فيني الزمن ورا ما اخطي هالخطوة، واني ما افكر بالطريقة يعني هذه. تحسب يعني ظلمت نفسي. نعم ظلمت نفسي. ظلمت نفسك. نعم ظلمت نفسي، لأن كانت الأبواب مشرعة قدامي. ما شاء الله عليك. كانت الأبواب مشرعة قدامي والدعم موجود، لكن خلاص أنت لما تغيب غل الشغف. خسرت الناس اللي كانوا داعمينك. صحيح. ما خسرتهم، غابوا وخلاص انشغلوا عنك. انشغلوا مثل ما أنت انشغلت عنهم. أكيد. صح. ولقوا غيرك من المبدعين. أكيد. فعلا يعني الدنيا ما راح توقف عليك أنت، عرفت؟ أكيد. نعم. زي كيف بدأ عبد الله يسترجع هذا البريق الإعلامي؟ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. أنا من كيف خلال اشتغلت على نفسك عبد الله؟ بعد الغيبة، بعد الانقطاع، بعد نعم. الغيبة. نعم. أجهز قصيدتي، أستشير فيها شرواك. الله يحفظك. الله يسلمك. طول بعمرك. وأصورها وأمنتجها. نعم. وأنشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنتظر النقد. صحيح. الشاعر ما ينتظر المدح بالبداية، ينتظر النقد. أكيد. صحيح. فأنتظر النقد من خلال المتلقي، والحمد لله يجيني المدح بفضل الله عز وجل. توصل الردود. الحمد لله. شو انطباع عبد الله وهو يرى ردود العالم حواليه وتوصل له؟ أحاول إني أكمل، مو أوقف، ما أنقطع مثل الانقطاع الأولي. صدق لياك الأولي. نعم. خلاص كفاك. وما يلدغ مؤمن من جحر مرتين. الله. خلاص. اللي واجهته والانقطاع اللي سبب لي اياه الاثر النفسي في المره اللي فاتت، خلاص. نعم. ما راح اعيد ان شاء الله مره ثانيه. صحيح. نعم. عبد الله، ما أهمية الظهور في طال عمرك الإعلامي للشاعر في الإذاعة والتلفزيون في تصورك؟ طبعا مهم جدا أبو محمد. لكي تحافظ على وجودك على الساحة الشعرية لابد أن يكون لك حضور طاغي. نعم. في المحطات الإعلامية، لكن مش على حساب القصيدة. مش أنك تطلع في لقاء وتقول قصيدة وتروح لقاء ثاني وتقول نفس القصيدة. هذا يسبب تكرار للمتلقي، فأنت في الحالة ما أفدت الساحة بشيء. نوع من الملل. نوع من الروتين، نوع. نعم. من الروتين مثل ما أقول لك. فأنت لازم تجدد، لازم صحيح. تطور، لازم تكتب، والجمهور يقبل المزيد والجديد. صح. الجمهور نعم يبغي المزيد والجديد. صح. فإذا أنت ما كتبت الجديد لا تعاود تظهر في المحطات الإعلامية. بس إذا عندك المقدرة والاستطاعة أنك تكتب الجديد ما بين فترات قصيرة. نعم. ويكون فيها هذيك الكثافة الشعرية، وهذيك الطاقة والكفاءة اللي في جميع قصائدك. بالعكس، اطلع وانتشر وانشهر وعسى ربي يوفقك. صحيح. نعم. هذا شو يتطلب من الشاعر إذا بغى يسلك هذا الجانب عبد الله؟ أكيد الثقافة والتنويع. لازم ما تركز على موضوع واحد، وعدم التقليد، لأن دائما التقليد يؤدي إلى الفشل. الله. ليش الحين ما نسمع أسامي شعرية جديدة؟
خلاص شاعر شاف شاعر والله هذاك نجح، أنا بحاول أقلده. يا أخي ليش ما تسلك لك درب؟ ليش ما تسوي لك مسار أنت بنفسك؟ صحيح. أخوي عبد الله، يعني أنت تقول أن شعراء الشباب مقلين في التواصل مع الصحافة الشعرية. نعم أبو محمد، سبب الإقبال أو سبب يعني سبب أنهم النفور من الصحافة نعم. المطبوعة والمقروءة. نعم. بحكم أو الصحافة التقليدية بحكم نعم. أن الشعراء يعتقدون أن الصحافة وقتها ولا وراح وانتهى. نعم. يعني أن الصحافة بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة. فيقول لك أنا لو بنشر قصيدتي في الصحف المكتوبة أو المقروءة تحسبا ما حد يقرأها، فأنا ألجأ للطرق الحديثة والمضمونة. صحيح. حتى أني أوصل قصيدتي. أما أن الصحافة ما عاد أحد يتابعها ولا أحد يهتم فيها ولا أحد يشتريها أصلا، فأنا أحاول أن أحول مسار إلى مواقع التواصل الاجتماعي. إلى مواقع التواصل الاجتماعي الذي نعم. حابة فيها الناس هب الحين وفي متناول الجميع. وعبد الله شو يقول؟ أنا معاهم على قولتهم 50-50، مش مو يعني مع الصحافة التقليدية. نعم موجودة، ومع مواقع التواصل موجودة. نعم. المفروض يكون الواحد يعني يكون عاطي كل شيء حقه. نعم يكون في موازنة. يعني أنت ما تقدر تحكم، هذا يعتبر إجحاف بالنسبة للصحافة المطبوعة. صحيح. لأنها لها دور جبار قامت به في السنوات الماضية والدهور الماضية، وما زالت معطاءة وما زالت تقدم الكثير والكثير. صحيح. في كثير من الشعراء قديما عرفناهم عن طريق الصحف. صحيح. أنت ما تقدر تهضم الصحافة إحدى حقوقها. والدواوين لمصدر المكتبات هذه القديمة. نعم ما تقدر تهضم حقها. كثير من الدواوين القديمة اللي الواحد يعتز بها ويفتخر أن مكتبته تكون فيها مثل هذه الدواوين الجميلة. أكيد. يكفي أن اسمك لقصيدتك نعم. تكتب في إحدى الكتب ولا الدواوين ولا المنشورات هذه. صح. لكن العذر عليهم أكيد. ونسامحهم. أكيد مسموحين. نعم مسموحين. خلنا نعيش في قصيدة من قصايدك عبد الله، سمعنا وسمع مشاهدينا الأكارم. الله يعزك. يقول من غيبته دمعتي دايم علي تشره، والفقد سبب لحالي تعب نفسيا أشتاق له حيل، لكن وش هي الدبرة أخفي دموع الوله ويبان عفويا العمر مرة وقلبي منكسر مرة، والشوق باين لها بالقلب حصريا. سلام. تضيق فين الأماكن لا ترى ذكرى حبه تمكن في قلبي، لا شعوريا ودي أبنساه في خيره وفي شره، ودي أبنساه في خيره وفي شره، لكن قلبي يعارض لا إراديا من يوم قفا وضعي حالته خطرة، صرت أكل حبوب للجلطات يوميا. الله الله يعزك. صرت أكل حبوب الجلطات يوميا. نعم. الله أكبر. الله يسلمك. الله يبارك فيك عبد الله. الله يرضى عليك. أنت مع الجماعة اللي ودهم يكون لهم ديوان مطبوع مقروء مسموع مرئي مسجل تصوير فيديو كليبات؟ شوف أنا معاهم بس بشرط. نعم. ألاحظ في الفترة الأخيرة نعم أن يجيك شاعر ويختار لك عنوان من إحدى قصايده ويحطه عنوان المغلف كامل. صحيح. أنت كل قصايدك اللي في الألبوم هذه تشبه عنوان القصيدة هذه. نعم. هذه وحدة. الشيء الثاني أنك تجمع كل قصايدك المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. وتجمعها وتحطها في الألبوم أو تحطها في الديوان. صحيح. فهذا أعتبر الشيء غير منطقي. فأي شاعر راح يفكر بالطريقة هذه اللي أنا أقول عنها. نعم. أحسن لا يسوي ديوان صوتي ولا بسمع. متى نقول يطمح الشاعر أن يكون له ديوان؟ بعد ما أنه يكون عنده كم وكيف من القصايد. كم وكيف هذا الشرط لازم. الكم موجود، بس أنت هل ممكن تثريني شعريا؟ لا، كم وكيف. نعم.
من خلال هذا الحديث الجميل. نعم. أيضا بعد أن طلب قصيدة هداء لمشاهدينا الأكارم، لأن مشاهدينا يستاهلون. تامر أمر يقول كثر ما انتظرك أحس إني كبرت، الله أكبر. وشاب راسي من مراحل انتظارك، انكسرت بغيبتك حيل انكسرت، حتى أشوف الدمع بأحزاني مشارك. هليلة. انكسرت بغيبتك حيل انكسرت، حتى أشوف الدمع بأحزاني مشارك. العمر يمشي والأيامي خسرت، ولا ربحت إلا ابتعادي عن مسارك. كان ودي ألتقي بك لو قدرت، ويشوفني العالم وأنا جالس جوارك. ربما أنك عن الغيبة استخرت، وربما كان السبب سوء اختيارك. مؤلم منك في وسط عيني صغرت، ومؤلم مني رغم هذا بانتظارك. الله الله يا سلام. سلامتك. معك بانتظار ها؟ نعم. السلام. الله يحفظه ويرد سالم. الله السلام يا سلام. الله يعزك ويرضى. عبد الله، هل من كلمة تهديها مشاهدي برنامج سمار في هذه الحلقة الجميلة وانت ضيف نتمنى عزيز لهم الغالي على قلوبنا؟ والله يبعد عنا هالوباء، اللهم امين، وعن جميع المسلمين والغمة عن هالأمة بإذن الله. وإن شاء الله هالسنة هذه تكون سنة خير وسنة سعادة وسنة فرح، والله يعطيكم الصحة والعافية. وأشكركم للمرة المليون الله على هالحفاوة وعلى على هاللقاء وعلى هالحوار وعلى هالأسلوب الأكثر مرة. شكرا لكم من صميم قلبي. تسلم يا عبد الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. نحن مشاهدين الأعزاء طبعا نتقدم جزيل الشكر والعرفان لضيف مسيتنا اليوم وضيف حلقتنا الشاعر عبد الله بن عايد الشمري، اللي فعلا استانسنا من أسلوبه وحديثه الشيق الجميل والقصائد المتنوعة الأغراض. لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم جزيل الشكر والاحترام والعرفان لحسن متابعتكم لبرنامجنا، وتقبلوا تحيات طاقم برنامج سمار ومخرج البرنامج ماجد شومن، إلى أن يجمعنا المولى بكم في حلقات جديدة. نستودعكم الله ودمتم في حفظ المولى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مهما حصيت أفضال ربي وعطاياه، أبقى مقصر ما أوفي حصاها. الله عطاني شيء والغير يبغاه، لكن فضلني على من بغاها. الله عطاني الشعر وابداعه وياه، وابيات جزله عاليه بمستواها. بوظف الابداع واقول له ها، ابغى الوصوف اللي يزلزل صداها. لان القصيده ذي يبداع مهداه الدار ذاك الشيخ اللي بناها. زايد يعل ربي من الخير يجزاه، ويسكنه بالمرتبه اللي يباها. يا ممطره خير من الاعمال يمناه، ويا ما روت عشب القلوب ومناها. زايد عطى داره ما هي تمناه، حتى أصبحت في يوم تعلن رضاها. خلاها بين الناس روعة يا الله، وإن شافها خطاب يبغى يداها. وسلمها بيدلي يورث لها الجاه، خليفة اللي طلقته ما خطاها. من حكمته تلاحظ ترى الصعب يطاه، وكلمة محالف خاطره ما طراها. وسلمها بيدلي يورث لها الجاه، خليفة اللي طلقته ما خطاها. من حكمته تلاحظ ترى الصعب يطاه، وكلمة محالف خاطره ما طراها. والسمح ابو خالد الا كيف بنساه، وهو الذي للدار شعلت سناها. يبغى الصدارة دوم وهي اللي تبغاه، والمركز الأول باسمه يتباهى. حلمي على الله بيوم شوفه ولقياه، وفي شوفته روحي تحقق امناها. في طيبته في بسمته في محياه، جود يغطي هالديار وسماها. ناظر عيونه وانت تعرف خفاياه، شايل حمل أمن البلاد وذراها. بفعالكم 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 يعجز هالوصف ألقاه، حتى ولو هالنفس تنثر حكاها. ربي يحفظ هالدار من كل مأساة، ويا ليت دوم الأمن يمشي وراها.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.